يا صباح الفل يا صباح الجمال على احلى اخوات وعلى احلى صحاب. النهارده بقى هعمل لكم وصفه انا عن نفسي بحبها على طول، بتنجز معايا وخفيفه وتتاكل كده كلها على بعض. وصفه حلوه وسهله. عندي النهارده فرخه كده حلوه زي ما انتم شايفين. انا هسويها النهارده في البصل، انا كنت نزلتها قبل كده، ومن حبي بقى في الوصفه دي انا بصراحه بستسهلها وبحبها. ولا بقليها ولا بحمرها ولا بحشيها ولا بعمل لها اي حاجه خالص. بحطها في البصل بتاعها وهي مع نفسها تدي وتاخد لحد لما تطلع بالجمال والعظمه دي كلها. والصوص بتاعها عايزه اقول لكم فوق الروعه. بجد اتمنى ان انتوا تجربوها. الوصفه سهله وما فيهاش اي افتكاسات، سهله جدا، مش هتاخد معاكي وقت. تاكليها بقى مع شويه مكرونه، انا بحبها بالرز كده زي ما انتم شايفين، رز بالشعريه. والصوص بتاعها ده يا جماعه بقول لكم فوق الروعه بجد. ايه رأيكم بقى؟ تعالوا نشوف الوصفة السهلة دي عملتها ازاي. مش بتاخد معانا وقت، كلها كده في حلة واحدة. إيه بسيطة جدا. عندي هنا الفرخة بتاعتي لو 2 كيلو هحط كيلو بصل، الفرخة بتاعتي لو كيلو هحط نص بصل، يعني البصل هيبقى نص وزن الفرخة. انت طبعا بتجيبي الفرخة وانت عارفة وزنها قد ايه، فهتحطي نصها بصل. عندي هنا طماطمايه، قرن فلفل. هجيب بقى الفرخة بتاعتي غسلاها ومخليها زي الفل، هخليها كده على جنب. واخد بقى هنا بصلايه على الطماطمايه، وهضربهم كده ايه معايا في الكبة ضربة حلوة. دي كده مبدئيا اول حاجة. طماطمية مش كبيرة، متوسطة، وعليها بصلاية برضو متوسطة، هضربهم الاتنين كده مع بعض. قطعها كده 4 ارباع. بصوا الوصفة دي يا جماعة من احب الوصفات على قلبي، بجد والله. يعني وصفة سهلة وانا بحبها كطعم، ك... كوصفة سهلة. ما فيهاش زيوت، كلها بتتسوى كده من مية البصل. انا ما حطيتهاش ولا حتى نقطة زيت، يعني ما حطيتلهاش حتى اي مادة دهنية. فكل دوت سهل وبسيط، ايه ان انت تعملي الفرخة دي حتى لو جالك ضيف مش هتاخد معاكي ساعة على النار. هنا بقى هنزل بقى بملح، فلفل اسود، بهار فراخ. مش هكتر التوابل بتاعتي عن كده. هضربهم كويس جدا. والخلطه دي بقى اللي انا بعد ما هضربها في الكبه وتتفرم معايا البصل والطماطم والملح والفلفل وبهار الفراخ، دي بقى همسك الفرخه بتاعتي من بره ومن جوه كده. يعني بصوا همتع الفرخه بتاعتي دي من بره ومن جوه بكل الخلطه الروعه دي. انا عندي بقى هنا خليت الخلطه على جنب. هقطع البصل بتاعي ده تقطيع كبير، مفيش اي مشكله، قطعيه تقطيع كبير خالص عادي. بصوا السمك بتاعه مفيش اي مشكله خالص، قطعيه كبير كده مفيش اي مشكله. قطعت بقى البصل بتاعي ده كله كده، وهقطع برضو قرن الفلفل بتاعي ده حلقات كبيره. كل دوت هيستوي معايا ومش هيبان حجمه ولا اي حاجه خالص، زي ما انتم شايفين كده. انا مخليه الفيديو عادي جدا، ما سرعتهوش، ماشيه فيه واحده واحده، سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه خالص. هنا بقى عندي الحله بتاعتي، لازم الحله تكون على قد الفرخه. يعني الحله بتاعتي تكون مقاس الفرخه، ما تكونش واسعه عشان الفرخه ما تستويش وتتقطع معايا وتتفتح. يعني شوفي الفرخه بتاعتك قد ايه، مش مشكله ان انت تحطيها حتى نازله على قد الحله مزنوقه، مش مشكله. هنا فرشت بقى الحله بتاعتي بالبصل والفلفل، وهديهم برضو من نفس التوابل، ملح وفلفل اسود وبهار من اللي هو بهار الفراخ. نفس التوابل انا هحطها، وهديها تقليبه حلوه للبصل وقرن الفلفل اللي معايا ده. وهحط الفرخة في وسطهم، يعني الفرخة هتعيش في وسط البصل وهتتسوى على البصل. دي كانت وصفتنا النهاردة، وصفة سهلة وإن شاء الله تعجبكم. وانتوا عارفين أذواقي في الأكل، لما بقول لكم على حاجة حلوة بتبقى بجد يعني داخلة دماغي وحلوة. البصل بقى طالع كده متكرمل، وطعمه يا جماعة مش قادرة أقول لكم على جمال طعمه. أنا بقى هنا عندي الفرخة زي ما انتوا شايفين. همسك التتبيلة اللي أنا عملتها الأول، اللي هي الطماطم والبصل والتوابل، وهدي بقى الفرخة من جوه لبره كده، هخليها متحة بالمساج الحلو اللي أنا عملته. أعمل لها مساج بقى من جوه ومن بره تحت الجلد زي ما انتوا شايفين. اهو بالظبط كده، اهو سهل وبسيط، مفيهاش أي حاجة خالص. أنا بقى بعمل لها المساج زي ما انتوا شايفين، من جوه ومن بره. واللي هيتبقى مني هنزله في الحلة، مفيش أي مشكلة. واجي بقى كده على النار. لازم اغطي الحله بتاعتي بغطا يكون محكم، يكون مقاسها بالظبط، لان الفرخه بتاعتي مش هحط لها ولا نقطه ميه ولا اي ماده دهنيه. الفرخه بتاعتي هتتسوى على البصل، يعني البصل اللي انتوا شايفينه هنزل فيه الفرخه وكده خلاص، مش هحط حتى ولا نقطه ميه. واجي بقى اسيب النار عاليه 5 دقايق بالظبط، مش هكتر، 5 دقايق مش اكتر. وبعد ال5 دقايق اول لما الاقيها ابتدت ان هي هتغلي، هروح جايه موطيه النار، يعني شمعة كده زي ما بيقولوا، هوطي النار على الآخر.
واسيبها بقى تستوي على مزاج عالي بقى. ميه البصل بتاعتها هتسوي الفرخه. كلي ودوقي احلى صوص واحلى فرخه بجد، والله العظيم هتاكلي صوص قبل الفرخه. بصوا يا جماعه الجمال، بسم الله اللهم بارك، حاجه كده فوق الروعه. انا هنا اهو زي ما انتم شايفين الغطا لقيته كبير، فقلت لا هجيب غطا تاني محكم، لازم يبقى الغطا بتاعها محكم. بصوا ابتدت تنزل ازاي، بوريكم ابتدت تنزل. الميه بتاعتها هنا كانت غلت معايا بقى ونزلت الميه، وانا وطيت عليها. طبعا المقطع دوت بقى هو راح مني، ان انا بقى اوريها لكم وهي بتستوي بقى على نار هاديه كده. هي اخدت معايا تقريبا ساعه، وطلع معايا بقى احلى صوص مع شويه الرز بالشعريه. وكلي احلى فرخه، وادعي لي دعوه كده حلوه من قلبك ليا، بجد تستاهل ان انتوا تجربوها. بصوا الجمال، اخدتها كده بالحله بتاعتها، طالما الايد بتاعتها تقدر تدخل الفرن مفيش اي مشكله. انا دخلتها لان الايد بتاعتي عادي المونيا. لو انت الايد بتاعتك بلاستيك او اي حاجه تانية ما ينفعش تدخل، ممكن تطلعي الفرخه في صينيه، تاخد وش حلو كده، تكرمل كده بالجمال والحلاوه دي كلها، وبعد كده تقدميها. انا عن نفسي الحله كانت بتدخل الفرن، دخلت العظمه دي كلها. عايزه اقول لكم البصل يا جماعه طعمه مش قادره اوصف لكم جماله بجد. بجد يعني احنا كنا بنقطع بعض عليه، بجد يستاهل ان انت تعملي كميه اكبر من كده، حاجه فوق الوصفه. يا رب الوصفه تعجبكم. كنت معاكم رشا، اشوفكم في فيديو جديد.